حين يراقبك الغراب، ذلك الذي لا يقترب، فقط يجلس من بعيد في آخر المجلس، يسترق النظر والسمع، لا يشارك، لكنه يحفظ كل التفاصيل، يلتقط كل نظرة، يسجل كل كلمة. لا أحد يلاحظه، لا يتنفس بصوت، فقط يجمعك كما تجمع الأحجية بصبر. ثم يطير إلى أصدقائه الغربان، يفرغ ما في ذاكرته، يسرد القصص ليس كما شاهدها، وإنما كما أراد لها أن تروى. يضيف قليلا، يحذف كثيرا، يلون الحقائق بلون صوته المائل، لا يسند للحقيقة، بل يميلها حتى تشبه حكاية تروى في الظلام. وفي اليوم التالي تمر على مجلس الغربان، فتراهم يضحكون وعيونهم تتلون، تلمع ببريق غريب لا يشبه الفرح بل الشماتة. يتبادلون الحكاية التي خرجت منك، لكنك لا تعرفها كما رويت. تشعر أنها تشبهك، لكنها مشوهة، منزوعة السياق، محشوة بما لم تقله، ممزوجة بما لم تفعله. كل غراب أضاف من ظله، من نبرة صوته، من رغبته في أن يبدو الأذكى، الأسبق، الأقرب إلى الحدث الذي كنت أنت ضحيته. أما أنت فتمر بينهم كصدى، تعرف أنهم يتكلمون عنك دون أن يذكروك، تعرف أن الجملة التي ضحكوا عليها كانت من حديثك، لكنك لا تملك الحق في نفيها، لأن الغراب لا يترك أثرا، فقط رائحة. تكتشف متأخرا أنك لم تكن تحت المراقبة، بل تحت الانتظار، وأن كل صمت في حضورك كان تسجيلا مؤجلا لحكاية تروى دون إذنك، ويضحكون عليها دون أن تملك حق البكاء عليها.